برشلونة يطلع من ملعب بنفيكا عايش بعد طرد. برشلونة يطلع من ملعب بنفيكا عايش بعد ما سجل 1-0. برشلونة يطلع من بنفيكا عايش وهو متفائل بالإياب على ملعب الكامب نو. برشلونة قدم أسوأ مباراة له. برشلونة ما سوى شيء يعني غير أنه سجل جول. برشلونة بنفيكا لازم تمدحه بكل شيء وتروح تضرب كل لعيبته على تضييع الفرص اللي موجودة كانت من قدام. قولا واحدا هذا سيناريو برشلونة اليوم. على فكرة يعني بنفيكا كان يقدر يطلع ب3 و4، ولكن تضييع فرص مو طبيعي، شيء مو طبيعي. ما راح أقول إنها تنحسب يعني تحسب لهانز فليك، حتى تغيير أراوخو بشكل عام. ما نتكلم كدفاعيا، نتكلم إنه بنفيكا قدر يهكر دفاع برشلونة ولكن ما قدر يسجل جول. من الآخر معاكم محمد بهاشتاج سبورت. أتمنى طبعا تشتركون بالقناة لأني صديقكم. واتكلم اليوم على المباراة اللي قدم بيها بنفيكا أداء خارق وأداء رائع وأداء جميل وبمعنى الكلمة بكل شيء إلا بالتسجيل الأهداف. يعني أنت تشوف المباراة أغلب العالم كانت تتابع، يا اما حاطه على التلفزيون ليفربول باريس او حاطه برشلونه بنفيكا، وتتابع الثاني مثلا ليفربول باريس على التليفون او برشلونه بنفيكا على التليفون. واني هذا اللي سويته مثل ما كل العالم زاد سوته، لانه المباراتين يعني مهمتين بنفس التوقيت. يعني نتكلم اي نعم يجوز تقول لي والله انه بنفيكا لا ما كان خصم مع فكره سهل، حتى بمباراة يعني اللي قدم بيها يعني 5-4 كانت المباراة حيل صعبة على برشلونة ترى يا جماعة. واليوم نفس الشيء، اليوم انت عندك بحالة طرد ولكن يحسب لبرشلونة بس التماسك. ولكن ارجع اقول انه بنفيكا قدر يهكر دفاع بنفيكا. تقول لي ب9 لاعبين، يعني انه ب9 لاعبين، اي نعم 9 لاعبين، يعني الحارس هو العاشر بس يعني ب9 لاعبين انت قاعد تلاعب 10 لاعبين ضد 9 بشكل عام. يعني نتكلم انت اليوم انه عندك انت الفريق بنفيكا كان يقدر يسجل 3 أهداف يعني واكثر زاد يعني، ولكن يعني خلاص يعني وقت طابة تتمنى انه تفوت خلاص ما تفوت. ونفس الحال الموقف اللي صار مع ليفربول وباريس سان جيرمان. باريس سان جيرمان قدم مباراة لو تجيب لي مين ما اي اكبر محلل بكل اليوتيوب راح يقول لك انه باريس سان جيرمان كان افضل بمليون مرة من ليفربول، ولكن اللي فاز بالنهاية منه ليفربول. وهاي النقطة تنحسب لمين؟ او هاي يعني هذا الجول ينحسب لمين؟ لليفربول. يعني ليفربول وقت يروح على انفيلد راح يلعب على هذا الاساس. ونفس الوقت برشلونة نفس السالفة، انت قاعد تسجل هدف خارج ملعبك. تتكلم على هدف انت مسجله خارج القواعد، خارج الكامب نو. هل يا ترى بنفيكا راح يقدر يعدل؟ هذا شيء ثاني. هل يا ترى بنفيكا راح يقدر يوقف على رجليه بقلب الكامب نو ويرجع يسجل؟ هذا الشيء ما نعرفه، لانه هانز فليك يعني اعتبر على فكرة الطرد اثر على بنفيكا اكثر من وجوده. وليش؟ انا اقول لك لانه قبل الطرد كان برشلونة يلعب على مصيدة التسلل، يلعب على خط متقدم. بعد الطرد نزل أراوخو، رجع شوي حتى الفريق لورا، فصار بي عندك نوعا ما ثبات أكثر. ولكن مع هيك كان قام بنفيكا أرجع أقول بتهكير دفاعات برشلونة. معكم محمد بهاشتاج سبورت. أتمنى طبعا تشتركون، طبعا هذا رأي شخصي. السلام عليكم.